فتح المذياع على الغنى ارتاحت نفسه واطمأن إلى هذا واستمع وضحك وظهر عليه البشر، وإذا جاءت الآيات أغلق ما يحب أن يسمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يغتر به بعض الناس ويقول إنه سهل. وموضوع الأغاني شرها عظيم، وهي مفسدة للقلوب، ومن أسباب ميلها إلى الباطل، ومن أسباب تثاقلها عن الحق، ومن أسباب ضلالها وبعدها عن الهدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تجد من يتعلق قلبه بالقرآن ويتعلق قلبه بالأغاني والمزامير أبدا، ما يجتمعان. حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. الغناء حال حرام، لأنه والعياذ بالله دعوة إلى الشر والفساد والفتنة، ثم هو مصحوب بآلة اللهو كالموسيقى وما أشبهها. حرم الإسلام الموسيقى لأنها تشد بالقلب وتأخذ به وتلهيه عن ذكر الله.